هو ده بقى الفيديو المنتظر اللي جالي عليه مليون طلب، واهم من الشغل نظبط الشغل. معايا بقى هنا كل المكونات بتاعتي هقول لكم عليها، ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا بقى النهاردة. معايا كيلو الا ربع من الدقيق، ومعايا فنجان كبير من المية الدافية، وكوباية زبادي كبيرة، وكيس خميرة، ومعلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح. وهنا معايا بلو بيف كنت مشوحاه بفلفل، وكان عندي قطعتين او 3 من البانيه كان فايضة عندي في الفريزر، طلعتها وقطعتها قطع صغيرة كده وحمرتها. ومعايا طماطم، اهم حاجة ننزع منها البذر بتاعها والمية بتاعتها اللي جواها، علشان ما تعجنليش العجينة بتاعتي. انا هعمل النهاردة بيتزا وفطيرة حشو داخلي كده، حاجة ايه اللهم بارك، تحفة. هبدأ بقى انزل كده بالمواد الجافة كده زي ما انتوا شفتوا مع بعضينا، وننزل بعلبة الزبادي. هبدأ بقى اقلب كل دوت مع بعضه، وانزل بكوباية المية، وهنعجن بقى. عندك عجان تمام مفيش مشكلة، ما عندكيش هتعملي احلى عجين بيتزا في البيت، ومش هتبوظ منك ولا اي حاجة، وهتطلع هشة وقطنية وطعمها حكاية. زي ما انتوا شايفين كده انا عجنتها اهو. ولو حسيتي ان العجينه بتلزق معاكي، حبه من الدقيق كده، حبه حبه كده تحطيهم وتعجني. تمام. بعد كده بقى بتحطي معلقتين او 3 من الزيت لحد ما العجينه هتلم معاكي. ما تزوديش ميه طول ما هي بتلزق معاكي، ما تزوديش ميه، تزودي دقيق او حبه من الزيت. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده. واسيبها بقى تخمر لمده نص ساعه او ساعه كده. وبصي بقى العجينه هشه ازاي. بصوا. بصوا العجينة كانت تحفة ملهاش حل والله يا جماعة. نبدأ بقى ايه نشكل بقى زي ما احنا عايزين. عايزة اقول لكم ان العجينة ديت عملت معايا 3 صواني، صينيتين وسط وصينية صغيرة. صينيتين وسط، اول صينية عملتها كانت الفطيرة اللي هي الحشو الداخلي، هوريها لكم بقى ونعملها مع بعض. وصينية صغيرة، حجم يعني صغير بس مش صغيرة قوي يعني، الفراخ. وعملت واحدة طبعا وسط تاني مشكل جبن. اول حاجة بقى ببدأ اعملها كده، بدهن الصينية بتاعتي زيت، عشان العجينة لما اجي اطلعها ما تلزقش معايا. وابدأ بقى اخد قطعة قطعة كده حتة، اوزعها كده في الصينية زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ما اخليش سمكها تخين قوي، لان ديت هحط عليها طبقة تاني من فوق، وهحط الحشو كده ايه من النص. شغل مطاعم بقى، ما احنا ايه يعني ما نعملش الحاجة اللي نفسنا فيها، لا نعملها. هنبدأ بقى نخرم كده بقى ايه بالشوكة كده زي ما انتوا شايفين. وهنا دوت لازم انا كنت مشوحاه واخداه تشويحة مع قرن فلفل وحبة ملح وفلفل اسود وبضاية كده في النص بقى، هتخلي الطعم بتاع الفطيرة دي في حتة تانية خالص. بس اهم حاجة تحطي برضو على البضاية رشة ملح بسيط وحبة من الفلفل الاسود عشان ما يبقاش فيها اي زفارة. ونزلت بقى شوية كده من الموتزاريلا. وادي الطبقة التانية كنت فردتها في صينية تانية وشلتها حطيتها عليها. واهم حاجة نخلي الحشو واحنا بنحشي ما نخلوش يطلع على الحروف، ونلزق كده الحرف مع بعضه. ونبدأ بقى ايه ننزل بشوية كده من الصلصة. وهنا الزعتر ده بقى بيدي ريحة للعجينة تحفة حلوة قوي، اللي بيحب الزعتر هيبقى عارف. هنبدأ بقى ننزل كده بشوية من الزعتر، وبعد كده حبة من الطماطم والفلفل الأخضر والزيتون بقى. وظبطي بقى الموتزاريلا زي ما انتي عايزة. دي بيتزا بقى ما ينفعش اقولك ايه، انتي لازم من نفسك هتكتري ولا تستخسري. حطي بقى كده شوية زيتون اخضر كده، وايه واركني بقى الصينية على جنب لحد ما تخلصي ايه كله وتسوي. خلاص. دي كده كانت اول واحدة معايا. تاني واحدة معايا بقى دي الحجم الصغير اللي انا كنت عاملاها. ديت بقى ايه فردتها برضو كده وظبطتها زي ما انتوا شايفين. دي مش هعمل حشو داخلي، دي هعملها من فوق عادي زي ما احنا متعودين. هنبدأ بقى ايه ننزل كده بالصلصة. وبعد كده بقى ايه قطع البانيه والفلفل والطماطم وحبة جبنة رومي وموتزاريلا كده. وظبطتها برضو وحطيتها لحد ما عملت برضو الصينية التالتة معايا، مشكل جبن بنفس حجم الفطير، بنفس حجم صينية الايه الفطيرة اهو. بصوا انا هوريتكم برضو عملوا معايا قد ايه، كيلو الا ربع بالظبط من الدقيق عملوا معايا 3 صواني دول. كلموا انتوا بقى واحكموا، انا مش هتكلم، انتوا قولوا بقى رأيكم. بصوا عملت بقى شوية سلطة بطاطس كده شغل مطاعم بقى بتاع الحاجات بقى بتاعت بره، وشوية كاتشب كده رايقين. وبصي دي بقى المشكل الجبن، وكانت عايزة اقول لكم طعمها احلى بكتير واطعم بكتير من بتاعت بره.
انا ليه اشتري حاجة زي كده من بره تكلفني 400 500 جنيه؟ طب ما انا ممكن اعملها في البيت ب 600 جنيه. طبعا لا، هي طبعا بتكلف اقل من كده طبعا. ده ان انتي حاجة في البيت عاملاها وحاجة ضمناها. وغير كده كمان انتي مثلا عندك حتتين بانيه هتشيليهم لأي حاجة تعملي بيها. انا بعملت كده البيتزا دي، انا بعمل كده بصراحة. اي حاجة مثلا عندي بواقي حاجة بشيلها في الفريزر لحد ما اجمع كام حاجة مع بعضيهم كده، واعمل ايه صينيتين تلاتة كده ايه يفرحوا العيال. بصوا عايزة اقول لكم ان كان سواها تحفة ومش محروقة ولا اي حاجة، والعجينة طعمها حكاية، والجبنة مع الحاجة. وبصوا بقى شكل الفطيرة بقى لما طلعت كمان، دي لوحدها بقى كانت صاروخ مش فطيرة. دي اللي ياكلها ما يقدرش ياكلها لوحده اصلا، لان هي بصراحة كانت يعني حلوة تقيلة تشبع بصراحة جميلة. حشو داخلي وعجينة من فوق ومن تحت وحشو من فوق، فدمار شامل دي لوحدها. يا رب يكون الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم. ما تنسونيش بالشير واللايك والاشتراك، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة، باي باي. سيبكم بقى مع البيتزا وقولوا لي رأيكم في التعليقات. باي باي، مع السلامة.